السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بحبكم جدا وربنا يكبر بخاطركم جبر يتعجب منه اهل السماء والارض. يا رب انصر فلسطين وانصر السودان وفرحهم في اليمن ويرجعوا احسن من الاول في سوريا يا رب. طبعا الفيديو ده انا بعمله وانا سعيده جدا ومبسوطه جدا وفرحانه جدا عشان انا اهلي جم عملوا لي مفاجاه، وبص لقيتهم داخلين عليا المغرب يا جماعه، والله اذان المغرب ببص لقيتهم داخلين عليا كده وكنا اذان المغرب ولا اذان العصر او بين الاتنين، المهم المغرب اذن علينا كنا بنحط الاكل. فربنا يبارك فيكم يا رب ويصلح حالكم وحالنا ويعطيكم ويعطينا، اللهم امين. فتلاقوني فرحان فعلا والله يا جماعه. الواحد يعني يقول اللي ملوش اهل ما عندوش اي حاجه يعني، بجد والله. ربنا يبارك في اهالينا كلنا يا رب، واهلك هم ظهرك، هم سندك، هم كل حاجه ليك. فربنا يا رب ما يحرمنا منهم يا رب. دي هاجر اختي بتوريكم الرجلين، طبعا انا بسوي الرجول علشان خاطر القطط عندي وكده، اللي هم القطط اللي عندي يا جماعه في البيت وكده، فلازم اعمل حسابهم معانا في الاكل. شيرين رجول مع الاكل، ما انا ببقى منضفاه وغسلاه يعني قبل كده. مادام جبنا سيره ام علي، ندعي بالله عليكم لاختها. اخت ام علي هي اللي مريضه يا جماعه، اخت ام علي تعبانه يا جماعه، عندها نسبة حروق في جسمها بتساوي 40% من الحروق. فبالله عليكم دعواتكم ليها، بالله عليكم دعواتكم الغالية ليه، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب وتقوم لنا بألف سلامة يا رب، اللهم أمين. ربنا يبارك لك فيهم يا رب يا أم علي، ولا تحرمي منهم أبدا يا رب، ويبارك لك في علاوي. فبصراحة والله يا جماعة يعني أهلك فعلا لا تهلك. ام علي جت تقولي في مره الشري، طب انت بتعملي الاكل للقطط ليه تتعبي نفسك وتنضفي لهم ال الرجول يعني تغسلها وتنضفيها وتقص الضافر؟ طبعا انا عشان بحط معانا، ما هم بص بقى، انا من النوع لما بجيب اكل ايه اللي انا مش اللي هم هياكلوه في ساعتها مش لازم انضفه، يعني يا دوبك اخده كده اسلقه في قلب الميه كده كله كده، بس احط لهم حبه ملح، براعي ضميري بحط لهم حبه ملح وبعد كده اقوم جايه حاطه لهم الاكل كده في طبق اما يبرد ويقعدوا ياكلوا. لكن بقى في تاني بقى لازم اعمل حساب برضو لما نيجي ناكل، برضو اكون عامله لهم في كل كيس معانا من الاكل 3-4 رجول كده، مع الجلد بقى ومع العظم اللي بيفيد مننا وكده يعني. وانا عندي نور بتاخد منابها تاكله لهم، الحمد لله، هي حر هي حر، صح يا نور؟ بس والله العظيم يا جماعه وربنا سترها معانا بجد، فيمكن سترها معانا عشان خاطر القطط اللي هي بتاكل، لان يا بخت اللي بياكل طير اخرس، يا بخته يا بخته يا بخته عند ربنا، او حيوان اخرس. فربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. هنا ماما والله يا جماعه انا كان نفسي اطلع الصوت بتاعها، بس كان في ماتش الزمالك، حتى لو تلاحظوا محمد طبعا قاعد على اعصابه عشان كان في سموحه والزمالك بيلعبوا، وسموحه كانت كسبت 1، فقاعد على اعصابه فقلت له يا محمد ايه يعني يا محمد، احنا واخدين على الخساره، احنا كزملكاويه واخدين على الخساره يعني عادي. ماما بقى يعني بتتكلم معاكم اهي، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. النهارده دخلت يا جماعه المستشفى، اتحجزت، وبكره ان شاء الله باذن الله تدخل عمليات، وربنا يطمنا عليها يا رب ويبارك لي فيك ياما. بس في حاجه والله يا جماعه حابه ان انا اقول لكم، انا اول مره امي تحضني الحضن ده في حياتي من كام سنه، من 17 سنه، من 17 سنة، 17 سنة لا 16 سنة ونص أو 16 سنة. بأمانة يعني أنا بوصلها لحد المحطة بتاعة القطر وكده، وخلاص رايحة القطر جه، فهي رايحة تركب خلاص، فحضنتني، فأنا يعني أنا بسلم عليها على إن هي بسرعة عشان تركب وكده، لقيتها بتحضني جامد. والله العظيم يا جماعة عايزة أقول لكم إن كل ما افتكر حضنها ده يعني ببكي بجد، والله بجد. ربنا يشفيها يا رب ويبارك فيها. انا والله من غير اهلي ولا اسوأ اي حاجه، ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويصلح حالهم وحالنا يا رب، ويبارك لكم في كل اهلكم يا رب، اللهم امين. طبعا انا هنا بقى لما بيبقوا هم عندي بحب اظبطهم. محمد بيحب البسبوسه والكيكه، بس انا فاشله شويه في البسبوسه يعني مش هكدب عليكم، بس الكيكه بتطلع ناجحه معايا الحمد لله. فالمهم قلت لهم عايزين تاكلوا ايه حلو؟ قالوا لي اللي انت تعمليه احنا راضيين بيه. قلت لهم خلاص انا اعمل لكم صينيه كيكه تتعشوا منها مع الشاي. قالوا لي خلاص تمام. وانتوا طبعا شفتوا الغدا كان بطاطس، صينيه بطاطس في الفرن، وفراخ شوينا على الفحم، ورز بشعريه، وطحينه،
سلطه طحينه وسلطه خضراء وشيبسي. فجيت بقى قلت لهم خلاص هعمل لكم ايه صينيه كيكه حلوه كده تتعشوا منها. ماشي يا ام احمد. وهعمل بقى ايه وهعجن كمان قرص عشان الصبح شم النسيم، ونسلق بقى بيض كده ونلون البيض. انا لونت البيض مش لونت الوانات صناعيه، لا انا لونت البيض بقشر البصل الاخضر. عارفين قشر البصل الاخضر؟ لونته يعني وكده، بس لسه الفيديو جاي مش عايزه احرقه لكم. فالمهم يعني ايه، وهعمل بقى قرص نفطر منها الصبح. ماشي يا ام احمد. حتى انا محضره الطبق اهو اللي انا هعجن فيه. بس الاول ان انا اعمل صينيه الكيكه وازقها جوه الفرن على ما الكيكه ما تتعمل تستوي، اكون انا عجنت الايه القرصتين. وهم بياكلوا بقى كده القرص مع الشاي، اقعد بقى ايه اقطع في العجينه يعني كده، اعملها كور كده واقعد ابططها كده واحطها في الايه في الصاجات. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي اعتمدوها. عاملاها ايه يا شيرين؟ عاملاها كيكه زبادي. لو تلاحظوا عملت طبق فيه لبن رايب اللي انا مروباه علشان خاطر القرص الطريه، وكنت جايبه كوبايه زبادي كمان. فاهميني؟ هي بتبقى تقيله كده، كيكه الزبادي تقيله كده، لان لو تلاحظوا ان اللبن الرايب والزبادي طبعا متماسك ما هوش سايل. فلما تيجي تخلطيه مع السمنه والزيت والبيض، فبرضه مش هيخليك العجينه نازله ايه اللي هي خفيفه، لا بتبقى تقيله شويه. حتى هاجر اختي قالت يا شيرين مش ملاحظه ان العجينه السمك بتاعها تقيل شويه؟ قلت لها ما هي دي كيكه الزبادي يا هاجر. فكيكه الزبادي بتبقى كده. قلت لي خلاص لو طلعت حلوه هعملها بالزبادي على طول. قلت لها ماشي. فبقيت اقول يا رب يا رب تطلع جميل. بصراحه طلعت جميله، وهم كلوا قالوا لي تسلم 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 ايديك. انتوا حتى هتشوفوها دلوقتي من شكلها وهتعرفوا. المهم صلوا على النبي وزيدوا النبي الصلاه، ووحدوا لا اله الا الله. ربنا يرزق الجميع يا رب، يوسع علينا ويراضي الناس كلها. حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. وصلنا معاكي لحد هنا يا شيري وتسلم ايديكي. واعملوا لايك عشان خاطر نور. يا نور اليوم اللي قضيناه في شم النسيم كان حلو. انا قضيه في العيد الكبير. وانا قضيه في العيد الكبير. عاجبها اليوم قوي. ويبقى معانا كل حاجه، وفاكهه وشوكولاته وكيكه بالشوكولاته وكب كيك وكل حاجه، صح؟ بس ايه رايك بقى في الفسيخ بتاعنا؟ حلو. كان طعمه جميل. وبصوا بقى يا جماعه، اول ما نقضي شم النسيم هنيجي بقى نستحمى ونعمل لنا شويه ونصحى العشاء ونقوم خارجين شويه ونيجي بقى نتسحر، وبعدين نقعد شويه وبعدين ننام. نتسحر خدوا بالكم في سحور كمان في شم النسيم وفي العيد. معلش احنا بنصوم طول السنه. احنا ناس بتحب الصوم يا جماعه. ونقعد شويه وننام. ونقعد شويه يعني هي مسستمه نفسها مفكره اللي امها بتعمله الناس كلها بتعمله عادي يعني. ربنا يتقبل مننا يا رب. ربنا يتقبل مننا صالح اعمالنا يا رب، ويهدينا ويصلح احوالنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. خدي يا قطه مالكيش دعوه مش مؤدب، ملوش علاقه بحد. بصوا مش مؤدب خالص، ملوش علاقه بحد. ايوه هو طيب كده وشكل البيت اللي هو عايش فيه. ربنا يا رب يصلح حال الناس كلها يا رب. وحط لنا لايك بالله عليكم. ما تنسوش ان القناه دي والله 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 بجد انا فاتحه مصدر رزق ليا. كل قنواتي بامانه يعني. انا عن نفسي والله العظيم ساعات بحس كده وببقى عايزه امسك التليفون اتفرج على الناس بس، وارجع اقول ايه ولادي محتاجين كل حاجه. اقوم اشتغل والله واصور فيديوهات ومنتج فيديوهات واطلع لايف. يعني اللايف اللي انا بطلع معاكم الساعتين دول، ما انا ممكن اقعد قدام التلفزيون اتفرج على مسلسل كده، فيلم، اجيب مثلا برنامج ديني اتفرج. بحب انا قوي اسمع المشاكل اللي الناس بيعرضوها يعني للشيوخ وكده والرد عليهم والكلام ده. بعشق المحتوى ده بصراحة. انا نفسي المحتوى ده اشتغل فيه. نفسي اجرب فيديو كده. وقولي لي جربي يا شيري، واجرب فيديو كده واحكي لكم قصة حصلت فعلا بالفعل. يعني اختي في الله برضو حكيتها، اخ في الله حكاها، وكان رد الشيخ عليه كذا وكده، ونسمع برضو اراء الناس ايه. والله العظيم نفسي اعمل المحتوى ده. يا جماعة اسمي قناتي مش ونور وحلوين. مش ونور بل حلوين مؤدبين. هي تسمي القناه بتاعتها بقى مش ونور الحلوين، صح؟ لا بس مش احلى منك يا نور، صح؟ مؤدب، قاعد على السرير مؤدب. قاعد على السرير مؤدب بتقول لكم واحنا بنذاكر الصبح. هاجر بقى اختي كانت قاعده بتقطع معايا وانا بصوا نور بتعمل ايه. هي حته واحده اللي نور عملتها
وقلنا انا لها ما احبش المدارس، احب شغل البيت. هي مش بتحب المدرسه وبتحب شغل البيت. تقول لك مدرسه ايه ماما اللي بتصحيني والجو بص قلت لها برد الصبح كده وتقولي لي قومي البسي. ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ ايه الناس دي ما بيفهموه؟ استني قبل ما نقفل بقى. بصوا يا جماعه، انا جايه اقول للماما ما تودينيش ايام المدارس، وديني دروس بس عشان احب الدروس وشغل البيت. بتحب الدروس وشغل البيت لكن المدرسه لا. ما بتحبش المدرسه ليه يا نور؟ كده الجو يعني محررنا بالنهار والدنيا ساقعة، ونيجي حرارين من المدرسة ليه؟ ما احنا نروح الدرس ونيجي وخلاص مش ونيجي عارفه ننام. ايه ده. يعني احنا بنقعد في المدرسة 5 ساعات. ظالمينك يا قلب اختك، ظالمينك. ليه كده بس؟ وتقوموها بدري وتروح المدرسه ليه بس؟ لكن الدرس ايام عادية. عاديه وبيبقى الجو حلو وجو جميل صح. يا مش الجو عارفه الصبح لا. وحلو. ايه الناس اللي ما بتفهمش دي؟ ايه الناس دي؟ ده انا اخويا احنا نعمل لك مدرسه مخصوص يا نور ان شاء الله. ده انا اخويا بيروح الدروس الساعة 9 بالنهار. شفتوا اخويا بيروح الساعه 9 الدروس. والله محق احمد ابني بيروح درس الساعه 7:30 الصبح، الساعه 7:30 يعني بيمشي 7 وبيروح درس 9 وبيروح درس الساعه 3 وفي درس الساعه 6. والله يا جماعه يعني بصوا يعني هقول لكم ايه، ربنا يا رب يقعده لنا يا رب ولا يضيع لنا تعب فيهم ابدا. والله بقعد اقول يا رب انا استحملت كتير والله وشفت كتير بسبب عيالي، وعندي استعداد اشوف اكتر واكتر، بس ربنا يبارك لي فيهم يا رب وينجحوا ويعوضني فيهم كل خير. شايفين القرص بتاعتي طالعه حلوه وعسل ازاي؟ انا والله مبسوطه جدا ان ربنا ما كسرش بخاطري وطلع كل حاجه حلوه. القرص جميله جميله جميله، والكيكه اجمل واجمل واجمل، وكل حاجه كانت حلوه بسم الله ما شاء الله، والفسيخ كان طالع زي العسل، والاكل كان طالع جميل، وخبزت عيش كمان. صورت يا شيرين؟ والله يا جماعه كنت مصوره قبل رمضان، قلت ده هم زهقوا مني من الخبيث خلاص مش هوريهم، بس خبزت عيش كمان الحمد لله. عايزه اقول لكم الشطره هي اللي بتنفع نفسها، الشطره بتنفع نفسها والله يا جماعه. حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، واستودعكم في الله.